أصدقائي، وأخيرا تمكيس جوهرة الغضب مع مجلد الشفاء. طبعا مكسنا مجلد الشفاء، وهلأ قدامكم راح نمكس جوهرة الغضب ونقول يلا. وهي ليفل 18 أعلى ليفل. وهيك أصدقائي مكسنا الاثنين. أهم خاصيات تبعية الملوك أصدقائي مثل ما كنتم شايفين، جوهرة الغضب للأمير ومجلد الشفاء، هدول أهم شي. ما تبقى أصدقائي يعني مو مهمين زيادة بالنسبة لإلي بهاي الفترة. طبعا للملكة راح نختار السهم المتجمد، طبعا ليفله 19 عندي، ودمية المعالجة ليفل 16. هدول أهم اثنين. نيجي للملك. الملك أصدقائي رح نختار شارب مصاص الدماء مستوى 15، كرة الشوك المستوى 10. نيجي أصدقائي للبطلة. البطلة أهم شي الدرع المطارد، هذا بالمرتبة الأولى. منيجي بعدين عنا شغلتين مهمين، يا أما رمح الصاروخ يا أما دمية راكب الخنزير. طبعا رمح الصاروخ له شغلة راح نفرجيكم إياها، اللي هي وقت اهجم رمح الصاروخ إذا فات لجوا، مثلا إذا فات لجوا لعند برج النار طبعا وفعلته، طبعا أصدقائي ما راح استفاد شيء مثل ما كنتم شايفين، يعني انتهى. ليش؟ لأن لازم يضرب هاد من بعيد. منحط تحدي تاني. هلأ أصدقائي رح نضربه، لازم نفعله من بعيد، يعني أول ما نزله لازم أفعله. طبعا رح يختار هلأ الأقرب شيء وبعدين ينتقل على برج النار. بلحق ما بلحق الله أعلم، ما لحق. تمام أصدقائي، يعني لازم تنظف قدامه شوي بالملكة أو كذا إذا بدك تدمر في أبراج النار. نيجي لراكب التنين. هلأ رح نختار راكب التنين. ليش؟ يعني أنا بفضل السهم إذا الشخص كان بيستخدم السهم مزبوط، ولكن راكب الخنزير عفوا استخدام بدل الرمح. إذا نسيت تفعل الخاصية أو ما نسيتها طبعا ما رح يأثر عليك. ليش؟ لأنه هو راح مجرد ما يخلص دمه راح يطلع منه الهوج وراح يشتغل شغله. طبعا أنا ما رح أفعل الخاصية مثل ما كنتم شايفين لحالة، تفعلت لحالة وطلع منه الهوج. طبعا الهوج عندي مستوى جدا ضعيف، مستوى 1، لأني لسه ما مطوره. فأنتوا شفتوا هاي وشفتوا هاي، طبعا ما في خلاف. يعني أكثر شيء أنا بيعجبني الرمح، لحتى إذا مثلا لنعتبر هوني أنا بدي نظف مثلا بالملكة هون، تمام غوالي، لحتى ما إنه يروح على شغلات فاضية. طبعا طبعا أصدقائي عدت الهجمة لأني كنت ماني آخد الرمح. مثل ما نكون شايفين نظفنا شوي هوني. هلأ مباشرة راح ننزل البطلة. مجرد ما نزلتها شوفوا أصدقائي راح يفوت دغري على برج النار ويدمره. هيك بيكون يعني كيف من كان انت ارتحت من برج نار. تعرفوا انتو ابراج النار اخطر شي، وتابع هجماته لحتى نظف مساحة منيحة. وانتو بالنهاية تختاروا.
قولوا لنا انتوا شو بتفضلوا، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم، ولا تنسوا الاشتراك.